كتابها دوبامين نيشن، كتشرح الدكتوره النفسيه الامريكيه والمتخصصه في علاج الادمان انا ليمكي العلاقه اللي كاينه بين المتعه والالم. وراني درت على هذا الموضوع حلقه كامله بعنوان ثمن المتعه، وتقدر تمشي تشوفه حتى هو الا بغيتي، غادي نخليك الرابط ديالو في صندوق الوصف. الدكتوره كتقول كل ما زاد الشعور ديالك بالمتعه كل ما زادت حده الالم اللي غادي يجي من بعد. وهذا الشيء بالضبط هو اللي كيوقع لنا في الحاله ديال الادمان على واحد الشيء او ماده معينه. مثلا ملي كناكلوا الشوكولاط بزاف، ولا كنبقاو شادين التليفون مده طويله، ولا ملي كنشوفوا شي فيلم اباحي، النسبه ديال الدوبامين كتطلع بشكل حاد في الجسم، ومن بعد كتهبط تحت مستوى خط الاساس بشكل حاد كذلك، وعاد كتبقى غاديه وكترجع بشويه للمستوى ديالها. وفي هذيك المده اللي كتكون باقا ما رجعاتش، تما فين كتبدا تحس بواحد الشعور خايب، العجز والاكتئاب، وما كتبقى عندك رغبه دير حتى شي حاجه. شنو كيدير الشخص في هذه اللحظه هذه؟ ما كيتسناش حتى يرجع الدوبامين لمستواه الطبيعي، وبالتالي غادي يزول معاه داك الالم. كيمشي كيعاود نفس السلوك باش يعاود يطلع الدوبامين بنفس الطريقه كوسيله للهروب من داك الالم. كيطلع الدوبامين ثاني وكيحس بواحد النوع من الارتياح، ولكن بسرعه كيعاود يهبط ثاني تحت خط الاساس، وهكا كيبقى يعاود في هذا السلوك، ونسبه الدوبامين عنده كتبقى غاديه وكتقلال، لان الخلايا ديال الدوبامين عنده كتبدا تعيا، وبالتالي كيفقد الشعور بالمتعه، ومستوى الدوبامين الطبيعي كذلك حتى هو كيكون غادي وكيهبط، وكيولي يحتاج يقوم بهذا السلوك غير باش يرجع للحاله الطبيعيه ديالو اللي كان فيها في الاول.